تتقدم أسرة صحيفة تغطيات الإلكترونية بصادق العزاء والمواساة للأسرة المالكة وللشعب السعودي وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تنسوني من دعاكم، ولا تنسوني من دعاكم، ولا تنسوني من دعاكم. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر وأعذه من النار. اللهم أعذه من عذاب النار، اللهم أعذه من عذاب النار. اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قه من فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء، أنت أهل الوفاء، أنت أهل الوفاء، أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت الغني عن عذابه، وأنت الغني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزده في حسناته
اللهم زده في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. نسألك يا مولانا أن تغفر لنا وله ولجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين.